السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الفيديو النهاردة مهم جدا، بيتكلم عن طريقة استعمال مضادات الالتهاب أو خوافض الحرارة أو المسكنات. الفيديو ده هيفيدك في حياتك الشخصية كإنسان في التعامل مع المسكنات وخوافض الحرارة، وهيفيدك في التعامل مع حيوانك بالنسبة لهذه الأدوية. في البداية بس أحب أضيف لحضرتك معلومة مهمة، وهي إن مضادات الالتهاب والمسكنات وخوافض الحرارة نوعين: مضادات الالتهاب غير الاسترويدية، وهي التي لا تحتوي على كورتيزون وبتستخدم على نطاق واسع، زي مثلا المادة الفعالة يعني زي الديكلوفيناك، الايبوبروفين، الكيتوريلاك، كيتوبروفين، بيروكسيكام، ميلوكسيكام، فلونكسين وغيرها كتير. تمام. وفيه مضادات الالتهاب الاسترويدية، واشهرها على الاطلاق الديكساميثازون. تمام. الموضوع اللي عاوز اتكلم مع حضراتكم عنه اللي هو ضرورة الاستخدام العادل لمضادات الالتهاب غير الاسترويدية، يعني الاستخدام بالجرعات المحددة على العبوة بدون تجاوز الجرعات، وعدم استمرار العلاج لأكثر من 4 أيام. ليه؟ لأن فيه إنزيم اسمه إنزيم الكوكسيجينيز، يرمز إليه بالرمز COX أو كوكس، وينقسم إلى قسمين. الإنزيم ده بينقسم إلى قسمين: الأول كوكسيجينيز 1 أو كوكس 1، ووظيفته حماية المعدة من الحمض الموجود بها ومنع قرحة المعدة. النوع الثاني كوكسيجينيز 2 أو كوكس 2، هو المسؤول عن حدوث الالتهابات والألم في أماكن الإصابة، يعني لو في مكان فيه جرح أو خبطة أو خلافه، هو المسؤول عن حدوث الالتهابات والألم والتورمات في مكان الإصابة والمرض، لتحفيز مناعة الجسم وجلب السوائل وكرات الدم البيضاء لمكان الألم، يعني هو منبه. فمضادات الالتهاب وظيفتها بيكون إيقاف عمل أو تثبيط عمل إنزيم الكوكسيجينيز بنوعيه، يعني هنا بيتم إيقاف الالتهاب، ولكن في نفس الوقت تترك المعدة دون حماية، ومع استمرار إعطاء جرعات عالية من المسكنات والفترات طويلة من مضادات الالتهاب، بيصاب الإنسان والحيوان بقرحة المعدة. بيكون علاجها صعب جدا، وخاصة في الحيوان، لأن الحيوان ما بيكونش قادر على التحكم في نفسه لو خضع لكورسات علاج معينة. ولكن هناك مضادات التهاب انتقائية زي الميلوكسيكام ده انتقائي، يعني بيشتغل على الالتهابات فقط وما بيأثرش نهائي على المعدة. ممكن استخدامه في حالة استخدام مضادات التهاب لفترات طويلة من العلاج، يعني لو انت عاوز تستخدم مضاد التهاب لأكثر من 4 أيام ممكن تستخدم الميلوكسيكام حقن، موجود بشري في الأنتي كوكس مثلا، والميلوكام والميلوكسيكام. وممكن استخدامه برضو في حالات اللي هي بيكون عندها حالات إصابة قبل كده في المعدة، يعني لو واحد قبل كده كان عنده مشاكل في المعدة، أو حيوان عنده إصابة سابقة، عنده مشاكل في الكرش قبل كده، أو حتى في حالات زي التهاب الضرع في الحيوان في فترات الولادة بيكون المناعة في أدنى صورها. وبالنسبة للإنسان في أقراص للبشر مضادة للالتهاب انتقائية زي السيلوكسيب، أقراص ممتازة جدا وما بتأثرش على المعدة تماما. ده اللي عاوز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناه، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.